من كام يوم قلت لكم ان انا همنع السوشيال ميديا عشان هي بتأثر على ابداعي وعلى مشاعري وعلى جسمي. كلكم افتكرتوا ان انا معنى ان انا همنع السوشيال ميديا يعني مش هنزل محتوى تاني، وده مش حقيقي. في الوقت الحالي انا هفضل انزل محتوى، لكن احتمال كبير جدا ابطل انزل محتوى، وهقول لكم ليه في اخر الفيديو. بس النهارده هقول لكم انا ليه وقفت ان انا اقعد اتفرج على السوشيال ميديا، لان كتير منكم سألني ليه. اقول لكم ليه بقى. انا يا جماعه واحده بحب قوي ادعبس جوايا واشوف مشاعري وافكاري وانا ليه بيحصل لي كده، وده بعمله من وانا صغيره وبيريحني جدا لانه بيخليني اعمل الحاجه اللي فعلا مريحاني. اخر فتره اكتشفت ان انا عندي تقلبات مزاجيه عاليه جدا، فجاه ببقى مبسوطه فجاه ببقى زعلانه، مشاعري متقلبه جدا ومش عارفه ليه. اكتشفت انه بسبب السكرولينج، فجاه بيظهر لي فيديو حد مات فبعيط، فجاه حد بيظهر لي ان هو حقق نجاحات فبتحمس او باحبط ان انا ما عنديش نجاحات، حد بياكل فببسط ان هو بياكل، حد مبسوط بيعمل رقصه فببسط انه بيرقص، وهكذا. لا، اكتشفت انها كمان اثرت على الكرياتيفيتي بتاعتي، لان انا بقيت بشوف هي نفس الحاجه كل مره، كل الناس بترقص على نفس الرقصه، كل الناس بتاكل نفس الاكله، كل الناس بتعمل نفس الحاجه، كل الناس بتتكلم عن نفس الحاجه. فاكتشفت انه ده بيأثر على الكرياتيفيتي بتاعتي، وان الافلام مثلا ان انا اتفرج على فيلم بموسيقى بمشاهد بظل بنور بالوان، ده هيعلي الكرياتيفيتي اكتر بكتير من ريل 30 ثانيه ما فيهوش اي كرياتيفيتي وكل الناس بتعمله هو نفسه كل شويه بتفرج عليه 10 مرات. او كمان اثرت على جسمي في ان انا اكتشفت ان انا طول الوقت جعانه، حتى لو لسه واكله، طول الوقت عايزه اطلب اكل من بره حتى لو لسه طالبه. واكتشفت برضو بسبب ان فيديوهات الاكل كتير جدا على السوشيال ميديا وطول الوقت في اكل. فانا حبيت ان انا لا، انا افكاري وجسمي ومشاعري مهمه بالنسبه لي ولازم اخد بالي من نفسي، فقررت ان انا هوقف سوشيال ميديا بس هنزل محتوى. وده للاسف الشديد انا كمان جزء من الناس اللي بتأثر عليكم. فعشان كده في تفكير جدي جدا ان انا اوقف السوشيال ميديا كمان كمحتوى، علشان انا مش عايزه اثر على حد بشكل سيء. فعندي تساؤلات كتير وافكار كتير على ازاي باثر في الناس، ولو انتوا عايزين تعرفوا اكتر وصلت لايه في الحته دي ممكن تكتبولي في الكومنتس. بس كده، خدوا بالكم من نفسكم وخدوا بالكم انتوا بتتفرجوا على ايه.